بان باغي يلعبوا على الماتش ديال الجيش الملكي، لان تقدر تكون اخبار ساره في ديك المقابله. كنسمع بان باغي يلعبوا على الماتش ديال الجيش الملكي، لان تقدر تكون اخبار ساره في ديك المقابله. يقدروا ناس يبغيو يجيو ويستثمروا، ولكن خصها تباع عليهم واحد ليماج زوينه. واتمنى من الجمهور الوداد يلتقط هادشي اللي تنقول وتنقول على مسؤوليتي. ما بغيتش نحرك بزاف، لان اللي عطاوني الاخبار داخل وقريب كيحاولوا كيديروا اخر محاولات باش يجيبوا مستثمر ولا سبونسور كبير اللي يعاون الوداد في هذه المرحله، لان خصهم يستغلوا ديال كاس العالم. نعم، مرحله ديال كاس العالم يستغلوا الوضعيه. شوف، هو البريم اللي محطوط على حسب العلم ديالي، يعني ما باغيش نزلوا على مستشار اللي يجيب 2 المليار على الاقل. يعني من 2 المليار وانت طالع، يعني قل من 2 المليار. كاينين راه كانت عروض، ولكن الوداد يطالبون على حسب العلم ديالي ان المستشار اللي غيجي على الاقل اقل ما يمكن يعطي 2 المليار. كنعاود نقول انا ما بغيتش نعطي الخبر بزاف، لان اللي عطاني انا ما تنبيعش الوهم، والاداره الحاليه ديال الوداد ما عنديش بها كونتاكت كبير باش نكون واضحين. هناك محاوله للاستثمار في ذاك اللقاء ديال الفريق الملكي. اعتقد بان خصنا تناقشوا الاسره الوداديه مزيان، يعني يمشيو للتيران ويكون ايماج زوينه، وإلا تخذ الامور بطريقه ايجابيه راه يقدر يكون امر اللي هو مزيان للوداد الرياضي باش ما نعطيش اكثر. واعتقد ان خصهم يديروا التعبئه الماتشات الاربعه اللي غادي يكونوا وسط الاسبوع. اتخذ فريق الوداد الرياضي خطوه مفاجئه في حق مدربه الجنوب افريقي رولاني موكوينا قبل أشهر قليلة من نهائيات كأس العالم للأندية، وفي الوقت الذي كثر فيه الحديث عن طلاق وشيك ومرتقب بين المدرب وإدارة النادي الأحمر بعد موسم صفري، قرر النادي نشر صورة للفريق الأول في موقعه الرسمي بدون المدرب وطاقمه المساعد، وخلف المنشور والصورة جدلا واسعا بين مكونات الوداد من جمهور ومسيرين ولاعبين، خاصة أن جميع الأندية التي التقطت الصورة الجماعية الخاصة بدرع كأس العالم للأندية تواجد فيها المدرب الأول للنادي. ويأتي هذا المنشور في الوقت الذي أكد فيه الرئيس هشام أيتمنى في خرجة إعلامية على القناة الثانية أن للمدرب مهمة في 4 مباريات وبعدها سيحسم في مستقبل المدرب. ولكن ظهر مدرب الوداد اليوم الخميس في صورة خاصة بدرع كأس العالم للأندية بعد الجدل الذي رافق هذا الخبر، وفسرت الخطوة أنها تأكيد بكون المدرب الجنوب إفريقي لن يكون مدربا للنادي الأحمر في مونديال الأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خبر آخر، قرر المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي فتح ملف تجديد عقود اللاعبين، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي وحلول الميركاتو الصيفي المقبل. ووفق ما علمت به قناة بدر نيوز، فإن مكتب الرجاء يرغب في تجديد عقود 5 لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من محمد بولكسوت، عبد الله خفيفي، الحسين رحيمي، يوسف بولعمري، وصابر بغرين. وتابع المصدر نفسه الناقل للخبر أن رغبة مكتب الرجاء تأتي استجابة لتوصيات المدرب لسعد الشابي وكافة أطر وفعاليات الفريق، والتي تقضي بالإبقاء على ركائز الفريق وحمايتهم من الأطماع الخارجية. يذكر أن الرجاء يعمل على إنهاء الموسم الحالي بأفضل نتيجة ممكنة بعدما أهدر فرص تحقيق الألقاب، بعدما غادر كافة المسابقات لتصبح مهمته تتمثل في إنهاء الموسم في مركز جيد، أملا في أن يحصل من خلاله على بطاقة تأهل ثانية إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية. وفي خبر آخر، اقترب نجم فريق الرجاء من الرحيل عن النادي الأخضر في مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة نحو وجهة خارجية بعد مردود جيد مع الفريق ومع المنتخب المغربي الأول بقيادة وليد فكراكي. وعلمت قناة بدر نيوز من مصادر موثوقة أنها حصلت على معلومات حصرية تفيد تحديد النادي الأخضر قيمة 1,200,000,000 سنتيم مقابل بيع لاعبه يوسف بالعمري. وكشفت مصادر إعلامية مصرية أن بالعمري قريب بقوة من فريق الأهلي المصري لتعويض يحيى عطية الله وتمثيل النادي في كأس العالم للأندية. وأكد مصدرنا أن مبلغ 1,200,000,000 سنتيم هو شرط جزائي سيكون أي فريق يرغب في انتداب بالعمري
مجبر على دفعه للنادي الأخضر. وليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسم بالعمري في الأندية المصرية، إذ كان مطلبا لنادي الأهلي الصيف الماضي، ثم مطلبا لفرق دنماركية وإسبانية في مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية. ويرتبط بالعمري بعقد مع فريق الرجاء ممتد حتى يونيو من عام 2026، في حين تبلغ قيمته التسويقية في سوفا سكور ما مجموعه 1,700,000,000 سنتيم. وفي خبر آخر، تحدث مدرب نادي الرجاء الرياضي لسعد الشابي عن مستقبله مع الفريق في ظل الجدل القائم حول مدى إمكانية استمراره مع الفريق أو الرحيل مع متم الموسم الحالي. وأكد الشابي في تصريح لصحيفة وين وين القطرية أنه في الوقت الحالي يركز فقط على المباريات المتبقية مع الرجاء. وقال المدرب التونسي إنه يحترم عقده مع الرجاء الذي سينتهي مع متم الموسم الحالي، على أن يجتمع برئيس النادي من أجل تحديد مدى إمكانية تجديد العقد. وواصل الشابي قائلا: تربطني علاقة جيدة مع اللاعبين والمسؤولين والجماهير، لكن المستقبل لا سبيل للحديث عنه الآن. وفي خبر آخر، تتصاعد حدة الأصوات المطالبة برحيل هشام أيتمنى عن رئاسة نادي الوداد الرياضي، وذلك على خلفية موسم صفري لم يلبي طموحات الجماهير الودادية، وسط استياء واسع من الأداء والنتائج تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، الذي تشير التقارير إلى اقتراب رحيله أيضا عن القلعة الحمراء. ويربط العديد من المتابعين إخفاق الفريق هذا الموسم بالإدارة الحالية برئاسة أيتمنى، الذي سبق له أن ترأس نادي شباب المحمدية وواجه انتقادات مماثلة بسبب تراجع مستوى الفريق في عهده، مما يثير شكوكا لدى الكثيرين حول قدرته على قيادة الوداد نحو تحقيق الأهداف المنشودة. وتتعدد أسباب الانتقادات الموجهة لرئيس الوداد، بدءا من تصريحاته التي يعتبرها البعض مثيرة للجدل، مرورا بسلسلة من الإخفاقات الإدارية التي يرى فيها الجمهور قصورا واضحا، وصولا إلى ما يعتبرونه انشغالا بالمظاهر الإعلامية على حساب التفرغ للشؤون الإدارية والرياضية التي يتطلبها ناد بحجم وعراقة الوداد. وقد ارتفع سقف المطالب برحيل أيتمنى من طرف عدد من منخرطي النادي الذين يحملونه وأعضاء مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن التدهور الذي شهده الفريق خلال الموسم الكروي الحالي. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، أفاد مصدر مطلع أن هشام أيتمنى عقد اجتماعا مع أعضاء إدارة النادي لتقييم الوضع الراهن للفريق ومناقشة مستقبله على رأس النادي، خاصة مع الاستعداد للمشاركة التاريخية في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد. وأكد المصدر ذاته أنه خلال الاجتماع أقر أيتمنى بوقوع أخطاء خلال الفترة الماضية، مؤكدا عزمه على تصحيح المسار من خلال تعزيز صفوف الفريق بلاعبين ذوي خبرة إفريقية واسعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالإضافة إلى ضم 3 أسماء من العيار الثقيل استعدادا لمونديال الأندية. كما شدد ويذكر أن الفريق الأحمر استقبل يوم الثلاثاء الماضي الدرع الخاص بكأس العالم للأندية، وذلك بحضور رئيس النادي هشام أيتمنى ونجم المغرب السابق الحسين خرجة، والعديد من الشخصيات الرياضية الودادية مثل اللاعب الدولي الودادي السابق نور الدين النبات، حيث يأتي ذلك في إطار الجولة الترويجية التي يقوم بها فيفا من أجل الترويج لكأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في نسختها الأولى من النظام الجديد. وجاء فريق الوداد في المجموعة السابعة من مجموعات مونديال الأندية برفقة كل من العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.